الراجل العادي بيسمي مراته الحكومة أو الجماعة أو أم العيال، لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينادي على ستنا عائشة رضي الله عنها كان بيدلعها ويقول لها يا عائش. الراجل العادي لما مراته تغير عليه يقول لها انت نكدية وخنيئة وما عندكيش ثقة في نفسك. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ستنا عائشة تغير رضي الله عنها ورمت الطبق وكسرته من الغيظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم. الراجل العادي ما بيحبش يمسك ايد مراته في الشارع وهم ماشيين، وممكن يسيبها تنزل توطي وتربط الرباط بتاع الجزمة أعزكم الله. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ستنا صفية حبت تركب الجمل نبي الأمة قعد قدام الناس كلها علشان زوجته تقف على ركبته برجليها علشان تطلع تركب الجمل. الراجل العادي ما بيحبش يخرج مع مراته علشان هو مش فاضي وبيجي تعبان من الشغل، وطبعا هو اللي بينقذ الأذون ويحرر المسجد الأقصى وهي مش صغيرة على الفسح والخروجات بقى. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسابق ستنا عائشة رغم مشاغله وحروبه وغزواته. العادي يشوف مراته عاوزة ايه علشان يعمل عكسه، علشان هو سبع الرجال وما ينفعش مراته تقول له يعمل ايه وما يعملش ايه. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سهر طول الليل يلم حبات العقد اللي فرطت من الستنا عائشة، لان العقد ده هي بتحبه فجمعه تاني علشان تكون هي مبسوطة. الراجل العادي يكتب الأنسة ايه على دعوة الفرح علشان هو بيغير وعنده نخوة طبعا، انما زوجته ترقص في الفرح ايه عادي. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه من أحب الناس إليك يا رسول الله قال عائشة رضي الله عنها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما رفعش ايده في مرة وضرب مراته. الضرب اللي مذكور في القرآن ده كان حل تاني مش حل أولاني، غير مؤذي ولا يترك علامة. يعني الأصحاب العقول ضرب رمزي، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيضرب بعود السواك والعلماء قالوا كده. فاللي تقبل بقى أي راجل يرفع إيده عليها لمجرد إنه متعصب وتسكت تبقى تستاهل والله. اوعي تنسي إنك بشر، الكلمة بتوجعك فما بالك بالضرب. آخر الست مراية للتصرفات اللي بتاخدها بتعكس اللي بتاخده. لقيت نكد اعرف إن العيب فيك. مفيش ست في الدنيا كلها هتتعامل حلو وتاخد اهتمام وحب وتبقى نكدية. احنا فطرتنا مش كده. مفيش واحدة الصبح هتقول لها صباح الفل تقول لك ابو امك. من الاخر ما اسمهاش زوجات الرسول كانوا بيعاملوه ازاي، اسمها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعامل زوجاته ازاي. ربنا يصلح حالكم ويريح بالكم ويرزقكم ازواجا انقياء كحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته. بس كده، السلام عليكم.